بيت اخوكي مش إلك. بيت اخوكي مش إلك. يعني ما بينفع تروح على بيت اخوكي امتى ما بدك فجأة، وقبل حتى ما مثلا ما ترني تليفون او تقولي لهم انه انا هيني جاي على الطريق. يعني مش حلوة، عيب. لازم تعرفي انه ست البيت اللي هي مرت اخوكي لازم تكون مستعدة لاستقبالك، ولازم يعني لازم تخبريهم انه انت بدك تروحي وتشربي عندهم فنجان قهوه او تقعدي عندهم او تسهري عندهم او شو ما كان يكون. يعني لازم تعطيهم الو، يعني لازم تخبريهم انه بالنهايه مش بيتك، بيت اخوك مش بيتك. ليه؟ لانه ممكن يكونوا طالعين، ممكن يكون في عندهم ظرف، ممكن يكونوا متخانقين مش جعبانهم يستقبلوا ضيوف حضرة جنابك. وفي شغله تانية، حتى لو وصلتي على بيت اخوكي وكنتي قاعده ببيت اخوكي ما بينفع تقعدي تنتقديها قدام اخوكي او تعدلي على شغلاتها وعلى بيتها قدام اخوكي. ما بينفع انك تتدخلي بإشي انت ما لك دخل فيه، لانه بالنهايه هذا مش بيتك، هذا بيت اخوكي. كمان ما بينفع انك تقعدي تتدخلي بخصوصيات تربيتهم لاولادهم، وليش حاطه الفازه هذه هون، وليش مش عامله الطنجره هذه هون، وليش اكلك هيك ما بينفع، ما بينفع. هذا مش بيتك، هذا بيت اخوكي. وحتى لو انت حابه مثلا تعطيها ملاحظه معينه بينك وبينهم بطريقه لطيفه وباسلوب لطيف، ما تجرحيها، لانه بالنهايه مش بيتك، بيت اخوكي. حتى كمان ما بينفع تفوتي لعندها على المطبخ وتفتحي الثلاجه. هاي مش ثلاجتك، هاي ثلاجه بيت اخوكي. وتدخلي المطبخ مثلا وتفتحي الخزانات، هدول مش خزاناتك، هدول خزانات بيت اخوكي. او تفوتي غرفه نومها، مش حلوه، هاي مش غرفتك، هاي غرفه بيت اخوكي دون اذنها. ممنوع ممنوع ممنوع. لازم تحترمي انه هذا مش بيتك، هذا بيت اخوكي ومرته. حتى لو بيت اخوكي مش بيتك، في ست للبيت، في ست للبيت، مش انتي، هي مرته. وصلت؟